السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. احنا لسه مكملين مع بعض في فطار رمضان وسحور رمضان، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. بصوا، النهاردة اليوم كان ماشي غريب جدا، وكان ليه شكل كده معين. في اخوات زوجي اتصلوا وقالوا ان هم كانوا في مشوار جنبينا، وقالوا ان هم هيجوا على الفطار يفطروا معانا، وبعد كده ياخدوا زوجي وينزلوا بعد الفطار. طبعا انا كل اللي كان موجود في التلاجة، لاني يعني كنت ناوية اعمل اكل اي حاجة، يعني ما كناش هنطبخ ولا اي حاجة. فكان عندي نص كيلو بانيه ونص كيلو لحمة مفرومة. وكانت حوالي الساعة 3، فعشان خاطر تكلمي حد بتاع فراخ بقى وتجيبي او تعملي او ابسط الامور خالص، ممكن ما يكونش كان في فلوس في البيت، سواء عندي او عند غيري، يعني انا بتكلم في المجمل العموم. المهم ان انا طلعت النص كيلو البانيه وطلعت النص كيلو اللحمه المفرومه، عملت صينيه مكرونه، وعملت قطعت البانيه زي ستريبس وقليته، وحطيت وحمرت بطاطس، وكان عندي نص كيلو كوسه، اخدت من اللحمه المفرومه معلقتين، وعملت كوسه بالبشاميل. يبقى عملت كوسه بالبشاميل طاجن صغنن جدا، وعملت صينيه مكرونه واحده، وقطعت نص كيلو البانيه شرايح وعملته ستريبس بيدي كميه، وحمرت بطاطس. قدمت الاطباق بالشكل ده. ليه قدمت الاطباق بالشكل ده؟ عشان طبعا انا مش عايزه ابين او ترصي على السفره ان الحاجات عددها قليل. فانا يعني قدمت الطبق بالشكل ده عشان كل واحد يبقى قدامه الطبق بتاعه فيه من كل حاجه، وانا ما فاللي هو انا ما اتحركش، وزوجي كمان ما يتحركش. ففكرت ان انا اقدم الاكل بالشكل اللي هو كل واحد قدامه الطبق بتاعه، وكوبايه العصير او كوبايه البيبسي. كان فطار والله حلو ولذيذ. وطبعا كنت حاطه ربع لقمه عيش في قلب الطبق عشان اللي عايز يغمس الكوسه. وطبعا تقديمات الاكل دي بتبقى ليها طرق كتير وفكرات كتير. ومش اي حد بتقدمي له فكره الطبق اللي هو فيه كل حاجه، يعني لازم يكون حد قريب منك، لان طبعا ايه، في ناس